تخيل كده تبقى قاعد وفجأة تلاقي صاحبك زعلان منك، انت مش فاهم ايه اللي حصل. هو شاف تصرف منك وفسره على مزاجه، عمل فيلم درامي من مشهد هو بس اللي فسره، وكان من تأليفه هو لوحده. كم مشكلة حصلت ما بين أخ وأخته، أو أخ وأخوه، أو ابن وأبوه، أو حتى صاحب أو زوج وزوجته، علشان بس سوء الفهم. عقل الإنسان دايما بيكره الفراغ، يعني أي مشكلة أو أي تصرف غير مفهوم حصل قدامه بيملى الفراغ ده بتخمينات من عقله هو ومن تأليفه هو بس. وغالبا طبعا التخمينات دي بتبقى تخمينات سلبية. حد ما ردش على رسالتك، لا ده أكيد بيتجاهلني. حد بص عليك مرة ومشي، إيه ده بني آدم ده بيكرهني ومش شايفني. حد بيكلمك وهو متنرفز، فتتخيل ان هو بيتنرفز عليك او متضايق منك، مع انك ما عرفتش اصلا ولا فسرت الكلام ده منه، هو ما سألتوش ولا عاتبته، ما عرفتش ايه اللي حصل وايه اللي كان خلف الكواليس. يمكن هو كان مشغول، يمكن هو كان متضايق، يمكن معاه مشكلة وانت ما فهمتش اصلا اللي حصل، وقررت تعمل تخمينات من دماغك ترضي بس بيها نفسك. اللي بيحصل هنا حاجة اسمها التحيز التأكيدي. اللي بيحصل بالظبط انك بس بتجيب حاجات وظروف بترضي بيها ظنونك، مش العكس. مش بتدور على حاجات تخالف ظنك السوء ده. يعني مثلا كلمة زي كلمة تمام ممكن تتقال بكذا صيغة وبكذا نبرة، تتخيل انها نبرة غضب، او تتخيل انها نبرة سخرية، او تتخيل ان هي تمام عادية. والكلام ده طبعا بيختلف في الشات. لو انت في الشات على الموبايل على السوشيال ميديا، او حد بيكلمك في الموبايل واتكلم معاك، في حاجات بتفسرها انت بنفسك بالكلام وبتخمن تخمينات هي ما حصلتش، ونبرة صوته مش كده، وهو ما يقصدش ان هو يقولها لك بالنبرة اللي انت خمنتها او بالتفصيل اللي انت حطيت سوء الفهم فيها. علشان كده دايما حاول ان انت ما تحطش التخمين السيء في تفاصيل يومك، ما تحطش التفسير السيء في كلامك مع احبابك واصحابك، لا، حط التفسير الايجابي. علشان كده قبل ما تزعل او تفرض حكم، ان كان صاحبك او زوجتك او اخوك او حد تعرفه، لازم تستفسر منه، لازم تعرف هو يقصد ايه بالفعل اللي هو عمله او بالكلمة اللي هو قالها. علشان تخمينك دايما هيكون فيه تخمين سيء، إن كان من النفس أو من الشيطان. اسأل بدل ما تحكم، اعرف بدل ما تتخيل. سوء الفهم ممكن يكون 80% من الأشخاص بيحصل مشاكل ما بينهم بسبب سوء الفهم. قول لي كده في الكومنتات، حصل معاك موقف وفهمت حاجة غلط وبعدها بوقت عرفت قد إيه كنت غلطان في تخميناتك وفي حكمك على الناس؟